هذه أحمد دمشق النجاد. يوم سقوط نظام الأسد نعم. الذي حكم لعقود. نعم. إذا هذا هو مشهد اليوم كبير جدا، ضخم جدا. نعم، احتفالات السوريين نعم. أيضا. ولكن بصراحة يعني لم أكن أتخيل أن القصر الرئاسي السوري بهذا الحجم، يعني الحقيقة. لا، وحجمه هائل كبير جدا. طيب، هذا فقط فصل. نعود إلى نعم. نقاشنا. طيب، دعنا لا نستبق الأمور عن الدستور وشكل الدولة، ولكن سألتك هل يكون أحمد الشرع هو الخليفة لبشار الأسد على الأقل مرحليا الآن في مرحلة الانتقال؟ ربما. هو سوري، ومن حق أي سوري أن يكون له دور في هذا. نعم. السوريون والأقليات خصوصا كانوا خائفين من أحمد الشرع. هل زال هذا الخوف أم ما تزال حالة الريبة موجودة وائل؟ وفقا للرسائل التي أرسلها، وفقا لردود فعل الأقليات في سوريا، لا زال هناك بعض القلق، لكن لا يوجد خوف. أكيد لا يوجد خوف. لا. طيب، كان هناك حرص كما تابعنا اليوم رئيس الحكومة السورية السابقة، الآن أصبحت حكومة تسيير أعمال، نعم الجلالي، جرى مرافقته من قبل عناصر من الإدارة العسكرية. لا، ليست من الإدارة العسكرية. لكن من هذه فصيل مختلف. نعم. هو ليس تابع. أنا أقصد يعني، ولكن في المجمل جرى يعني ضمان سلامتهم المسؤولين في الحكومة السورية السابقة بهدف ضمان أن يكون هناك انتقال سلس للأمور. تعتقد أن النظام سقط ولكن مؤسسات الدولة لن تسقط؟ هذا ما سمعناه يتردد منذ عام 2011 حتى اليوم. إذا سقط بشار الأسد ستسقط مؤسسات الدولة. وهذا له ما يبرره، لأن النظام في سوريا هرمي. كل شيء يرتبط برأس الهرم. الرئيس. هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو أعلى رتبة في الحزب، هو راعي الرياضة والرياضيين، هو كل شيء. هو كل شيء، ويحكم سوريا بمجموعة من الأفرع الأمنية